السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس رقم 17 من شرح برنامج مايكروسوفت اكسل للمستوى الأول. درس النهاردة هيكون بعنوان الخلايا والنطاقات المسماة. الإكسل عشان يسهل عليك عملية كتابة الأكواد وكتابة المعادلات بيديك ميزة كويسة جدا، وهي ميزة التسمية للخلايا والنطاقات. يعني في خلايا معينة تقدر تسميها باسم معين، والاسم دوت تستدعي بيه محتوى الخلية أو محتوى النطاق في أي معادلة انت بتكتبها جوه الاكسل. يعني تقدر تستدعي الخليه ديت او النطاق دوت عوضا عن ان انت تكتب المرجع بتاعها. طبعا ده بيسهل عليك قرايه المعادلات وفهمها، سواء كنت انت اللي بتكتب المعادله او بتقراها او حد غيرك بيستخدم الملف اللي انت شغال عليه. في المثال اللي قدامنا ده عملناه قبل كده. كنا في الخليه J2 بنحسب المرتب الجديد بعد اضافه نسبه مئويه قدرها 5%. خلينا نكتب الاول او نعمل المثال ده زي ما عملناه قبل كده. كنا بنقول بيساوي H2 في، وافتح قوس واقول 1 زائد النسبة المئوية اللي هي 5%، واقفل القوس واضغط يساوي. لاحظ هنا كنا بنقول لازم مرجع الخلية دوت يكون مرجع مطلق مش مرجع نسبي عشان خاطر ما يبوظليش في النتيجة. وقلنا برضو عشان تخلي المرجع دوت مرجع مطلق لازم تضغط F4 ونضغط انتر، وبعد كده نعمل تعميم للصيغة. احنا عملنا المثال ده كده بنفس الطريقة في درس فات. خلينا المرة دي نعمل كنترول زد ونشوف هنعمله ازاي باستخدام الخلايا والنطاقات المسماة. هنيجي على الخلية دي ونسميها. بنسميها ازاي؟ بنروح في حاجة اسمها النيم بوكس او مربع الاسم، هتلاقيه اقصى يسار الشاشة هنا كده. الخلية دي اسمها M1، هتلاقي اسمها مكتوب هنا اهو. همسح M1 دي واكتب مثلا نسبة الزيادة. طبعا ما ينفعش تكتب في الاسم مسافة، فبنستعيد عن المسافة بشرطة نسبة الزيادة، وتضغط انتر. هنيجي هنا ونقول يساوي H2 في، ونفتح قوس 1 زائد. لاحظ معايا لو ضغطت اسم الخلية هنا كده على الخلية على طول كتب لي نسبة الزيادة، وبعد كده بقفل القوس. بالنسبة للمعادلة دي كده لو انت جيت تقراها او اي حد يقراها بتكون اكثر تعبيرا عن النتيجة بتاعتها. يعني انا لو جيت اقراها اقول H2 دي اللي هي المرتب في 1 زائد نسبة الزيادة واضغط انتر، نفس النتيجة بالظبط ولكن بطريقة اسهل. طبعا الطريقة دي هتفيدنا كتير، الخلايا والنطاقات المسمى دي هتفيدنا كتير لو الشغل معقد اكتر من كده. حتى برضو مش لو انت جيت هنا كده ومسحتها وجيت تكتب نسبة بالعربي بقى، طبعا شفت ظهرت لك هنا اهي، بتختارها وتضغط انتر. كمان تقدر تروح على مربع الاسم دوت وتضغط على السهم ده، هتلاقي نسبة الزيادة او النطاق المسمى دوت او الخلية المسمى موجودة. هي يعني ايه تختارها على طول. لو انت واقف في اي تحديد وجيت عليها وقمت عاملها يعني دبل كليك بتلاقيه على طول عمل لك سيلكشن للمسمى او الخلية اللي انت ايه اخترتها من مربع الاسم. كمان لو انت حابب تستدعي المربع ده، لو قلت F3، لو ضغطت F3 بيطلع لك مربع حوار فيه كل الخلايا والنطاقات المسمى. احنا طبعا ما سميناش حاجه غير نسبه الزياده بس، فظهر معايا اهي. لو ضغطت عليه وقمت عامل موافق انتر بيروح يجيب لي الخليه ويحطها لي في نفس الخليه اللي انا كاتب فيها، يعني بتظهر قدامي على طول. يبقى لاحظ معايا هنا ان المعادله اصبحت اكثر تعبيرا عن مدلولها. ولاحظ معايا كمان استخدام الخلايا المسماه او الخلايا الاسميه اغناني عن استخدام المراجع المطلقه. انا كنت هنا بضطر اكتب F4 عشان استخدم المرجع M1 كمرجع مطلق، فهنا انا بختاره على طول من غير ما اكتب مرجع مطلق او مرجع نسبي والكلام دوت. لو انا عاوز اعدل الاسم دوت او اسم النطاق ده، عاوز اعدله، ممكن اعدله من هنا كده، وممكن اروح على تابة صيغ او فورميولا واروح هنا على جروب الاسماء المحددة واضغط على ادارة الاسماء. هلاقي النطاقات والخلايا المسماه مرصوصه فوق بعضها هنا. اقدر اعمل جديد واقدر اعمل تحرير وحذف. انا هنا مثلا نسبه الزياده عاوز اعدلها، يعني بضغط عليها واقوم عامل تحرير بيطلعها لي. اقدر اعدل عليها براحتي خالص. كمان اقدر اغير المرجع بتاعها
لو رحت هنا وفتحت الشيت هقدر احدده. حتى هو هنا كاتب لي absolute relative reference، يعني ده مرجع مطلق. اقدر كمان اضيف اسم جديد من هنا لو عملت على الزرار ده كده ورحت هنا عشان احدد. لو حددت مثلا النطاق ده كده وقمت عامل كده ومسمي النطاق ده مثلا جديد، قمت عامل موافق، وبعد كده قمت عامل اغلاق، اقدر استدعي النطاق ده على طول عن طريق ان انا اعمل كده واضغط على جديد، ظهر معايا على طول، عمل لي التحديد على طول. المثال الثاني اللي هناخده معانا النهارده وهو مثال درجات الطلاب اللي كنا عملناه قبل كده. عاوزين نحسب هنا مثلا في الخليه دي متوسط درجات الطلاب. هنحسبها ازاي؟ كنا بنروح نقول يساوي average وبعد كده نحدد النطاق ده كده كله ونقفل القوس ونضغط انتر. اقدر اعمل القصه دي برضه لو انا سميت النطاق ده، رحت حددته كده وقمت رايح يعني في التسميه هنا مسميه درجات الطلاب، قمت عامل انتر وجاي هنا كده وقمت قايل يساوي average وقوم رايح على طول كاتب درجات الطلاب على طول كده. بص طلعت لي على طول، قوم عامل عليها دبل كليك وقافل القوس. لاحظ معايا ان هي راحت حددت او عملت سيلكشن لدرجات الطلاب، وقوم ضغط انتر طلع لي نفس النتيجه. طبعا هنا بيقول لي انت نسيت تقفل القوس، اقول له موافق واقفل القوس كويس. ضغط انتر طلعت معايا نفس النتيجه. وزي ما قلت لك برضو تقدر تستدعي الاسم دوت عن طريق ان انت تضغط F3 طلع لك على طول مربع حوار فيه الاسامي فيه النطاقات المسمى، تختارها وتضغط انتر. شكرا. زي ما قلت لك قبل كده برضو لاحظ ان المعادله اصبحت اكثر تعبيرا. افريج درجات الطلاب، يبقى معروف على طول ان الخليه دي بتطلع لي متوسط درجات الطلاب اللي عندي في الجدول. المثال اللي معانا بعد كده وهو مثال عاوزين هنا نقول على او نسمي كل خليه من دول باسم الخليه اللي فرحها. يعني نيجي على الخليه دي ونقول ان الخليه دي بتساوي اسمها الدخل الشهري، والخليه دي اسمها علاوه اداريه. فطبيعي مش هنروح على كل خليه ونخش على مربع التسميه ونسميها. في طريقه كويسه نقدر نعمل القصه دي بيها، وهي عن طريق ان انت هتعمل سيلكشن للنطاق كله كده وتضغط كنترول وسيلكشن برضو للنطاق ده وكنترول سيلكشن للنطاق دوت وكنترول سيلكشن للنطاق ده، وتقوم رايح على بيانات او الصيغ انشاء من التحديد او كرييت فروم سيلكشن. هتلاقي عندك باسم كرييت فروم سيلكشن، تضغط عليها ضغطه واحده هيقول لك انت عايز تسمي ايه. هو هنا بيسالك الصف او الخليه اللي موجود فيها الاسم على اليمين ولا على الشمال، فوق ولا تحت. وطبعا هنا باي ديفولت عامل لك على اول خيار واخر خيار. احنا هنشيل الخيار الاولاني دوت ونقول له اختار اسماء التحديد من العمود الايمن، يعني العمود ده، ونقول له موافق. لاحظ معايا هنا في البوكس نيم هنا، شفت لو انا مثلا عايز العلاوه العائليه ضغطت عليه راح لي على طول على العلاوه العائليه. طب لو انا عاوز الكهرباء على طول راح عمل الكهرباء. طبعا الكلام ده هيفيدني قدام في المعادلات المتقدمه، ولما يكون عندي شيت كبير جدا او ملف عمل كبير في كذا اكتر من ورقه عمل، محتاج استدعي مثلا في ورقه عمل صافي الدخل الشهري، او محتاج استدعي اجره السكن في خليه تانية. وبكده نكون خلصنا درس النهارده. ده درس سهل وبسيط، ونشوفكم على خير ان شاء الله الدرس الجاي. ما تنساش تعمل اشتراك في قناه اليوتيوب، ولو انت على التيك توك تعمل متابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.